مش احنا طلعنا بنتكلم لغه عربيه فصحى واحنا ما نعرفش؟ يعني عندك مثلا اول ما بتقابل حد بتساله ازيك، ايه ازيك دي جت منين؟ اصلها اتذكر في كتاب الاصول العاميه واتقال انه ازيك دي جايه من كلمه الزي، يعني اللبس او الهيئه. مع الوقت بقى اللبس بيدل على حال الشخص، فبقينا بنساله ازيك يعني كيف حالك. اللي انت سالته ازيك ده هيرد عليك ويقول لك انا كويس الحمد لله. ايه كويس دي؟ كويس طلعت انها جايه برضو من اللغه العربيه الفصحى من كلمه كيس، يعني الرجل الفاطن الذكي او الشيء الجيد. بس احنا لقينا ان كيس دي تقيله حبتين في النطق فخليناها كويس. لما تقول لحد انا كويس يعني انا جيد. نيجي لكلمه بقى سحريه انا لسه قايلها دلوقتي، اللي هي بقى جايه من كلمه البقاء، بس هي معناها بيجي على حسب استخدامها في الجمله. يعني ممكن نختم بيها الكلام مثلا زي ايوه بقى، ايه بقى، يلا بقى، او نستخدمها في التاكيد على حاجه زي خلاص بقى، كفايه بقى. هي كلمه كده. وبالمناسبه كده دي اصلها هكذا، وفي شويه كلمات تانيين اصلهم واضح شويه زي ده اصلها هذا، ودي اصلها هذه، واللي اصلها الذي، لسه اصلها للساعه يعني لهذه الساعه، وفين اصلها اين، بس احنا شلنا الالف وحطينا الف للتخفيف بس مش اكتر، وبلاش اصلها بلا شيء. وفي كلمتين عندنا تانيين بقى اول ما بتسمعهم بيرفعوا لنا الضغط، عشان كده انا سبتهم في اخر الفيديو. معلش ومفيش طلعوا لغه عربيه فصحى برضو. معلش اصلها ما عليه شيء، بس احنا لسه هنقعد نقول الجمله دي كلها هتبقى معلش وخلاص. ومفيش اختها ما في شيء. كل الكلمات دي طلعت لغه عربيه فصحى اهو، بس احنا حطينا عليها التاتش بتاعنا.